قناتي مش دايمه يا حبايبي، ودي نصيحتي بقى لاصحاب القنوات. ميزاننا حلال وشغلنا حلال ورزقنا حلال، ورب الحلال بيحفظ الحلال يا ولادي. ويبقى تعبك من 10 سنين راح. الشغل ده هو الاساس، ان انا في عز ما يكون ليا اسم محترم اسس مشروع محترم يكون ليا ولعيالي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، صباحكم زي الفل وجمعه طيبه مباركه عليا وعليكم يا رب، اللهم امين. بحبكم في الله، يومكم سعيد وهادي ونادي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا كلكم عارفين الازمه اللي انا فيها بقالي كام يوم. الحمد لله، لعله خير، واكيد مليون في المية خير، اكيد مليون في المية خير، مش هقول اكتر من كده. سمعتي اللي بتنضرب في شغلي، انتحال شخصيتي وانتحال شخصيه ابو عمار، بان انتوا تردوا برسائل على الناس ايوه انا موحى وايوه انا ابو عمار. دي هتتحاسبوا عليها، وحساب مش شويه. انا بلدي فيها قانون، وقانون بلدي حاسم، خلي بالكم من دي. وربنا مش بتعاند، بيعوا، بس مش تبيعوا منتجات مضروبه تحت اسم نظيف، خلي بالكم من دي. فكنتوا انتم مفكرين ان هي يعني هنكسب لنا كام؟ لا والله، والله ما هعديها بالسهل ابدا، مش هعديها بالسهل ابدا، لان انا اللي شفته في شغل ده وتاسيس مشروع ده مش شويه. تمام؟ ما تسيب الناس ترزق يا حاج حنان، مش بالباطل، مش بالباطل، مش ياخدوا اسمي ويتكلموا باسمي وباسم زوجي ويبيعوا منتجات على اساس ان انا اللي ببيعها، والمنتجات اصحاب الزباين اللي خدوها يرموها في الزباله ويكلموني. طيب ده بالنسبه للموضوع. عتاب للناس، بس عتاب بمحبه، مش عتاب اللي هو لوم، لان هم برضو يعني ناس اللي طلبت منهم 5 كيلو 10 كيلو 15 كيلو، اول ما رجعوا للقناه بتاعتي وسمعوا البث اللي كنت عاملاه رجعوا لغوا الاوردرات اللي هم طلبوها وكلموني. طيب يا جماعه الخير، انتوا ما بتشكوش في الاسعار دي؟ ما بتشكوش في الاسعار؟ واللي تقول مثلا لو زبونه قالت لهم ايه الاسعار دي، يقولوا احنا عاملين عرض على اسم ولاد عاملين عرض لمده كام يوم، الكيلو ب 160 جنيه. يا اخي مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه يعني والناس اللي بتكلمني وبتقول احنا خدنا 5 كيلو ولبسنا في الحيطه ومش لبسنا في الحيطه، مش ذنبي، مش ذنبي. انتوا ما شكيتوش في الاسعار؟ ما قلتوش انا عايزه اتواصل مع ابو عمار؟ تتواصلوا من خلالنا، ارقام على القناه وعلى الفيسبوك، ارقام على فيديوهاتنا، صفحتي موثقه على اليوتيوب، وصفحتي على الفيسبوك داخله على 300,000، يعني صفحه معروفه، مش اعلان ممول تخشوا من خلاله وتشتروا عند تحت ناس مجهوله واخدين اسمي واخدين منتجي وشغلي وحالي. لا يا جماعه، لا، اصحاب العقول اتميز شويه. يعني انا معلش، يعني انتوا كنتوا بتفكروا في الموضوع زي الاسعار دي. يعني ايه زبده ب 160 وب 130 وب 120 والكلام الفاضي ده؟ يعني ايه ده؟ انا لو سرجها مش هبيعها كده. انا لو نشلها من حد وعايزه اخلص منها قبل ما اتدفش بيها مش هبيعها بالسعر ده. ومع ذلك ربنا يعوض عليكم ارقامي. اي فيديو زبده هينزل ليا هيكون موجود الرقم مثبت طول الفيديو. صليتوا بنا على الحبيب المصطفى. الناس اللي بتقول لي اعملي لوجو واعملي طب ما هم ممكن يعملوا لوجو. هو الحرامي والنصاب هيغلب؟ هي شغلة الحرامي والنصاب ان هم يقعدوا يخططوا ويدبروا ويعملوا، هي شغلتك، هي اكل عيشه ورزق. انتوا بتبقوا راضيين على الفلوس اللي بتبقى داخله عليكم وعلى بيوتكم دي؟ ده حرام. انت بتروح تسرق عشان تاكل عيالك، حرام. ما هو عارف ان هو راح يسرق، ومع ذلك ربنا موجود.
بس انا بقولها للمره الثانيه، انا غير مسؤوله عن اي حد ياخد منتج تحت اسمي طالبه من ارقام غير ارقامنا. تمام؟ ارقامنا ما اتغيرتش، بقالها 3 سنين هي ارقامي اللي انتوا زبايني بيتواصلوا من خلالها وبياخدوا حاجتهم من خلالها. تمام؟ تليفوناتنا ما بطلتش من امبارح، وبشكر زبايني والناس المتابعين المحترمين ان هم بيساعدونا، بيخشوا يبعتوا لنا السكرينات ويخشوا يعملوا ابلاغات لما يتاكدوا ان احنا ابو عمار عاد زي اللي بيخش المركز كل 5 ثواني، كل ما يجينا اتصال انت ابو عمار، طب ولادك اسمهم ايه؟ يعني انا قصدي يقولوا لنا ادينا رقم البطاقه عشان نتاكد. يعني انتوا شفتوا، انتوا حيرتوا الناس، مش حيرتوا شخص واحد مثلا، انتوا حيرتوا الناس. انا مش زعلانه على رزقي للمره المليون، لان رزقي في حفظ الرحمن. انا عايزه اقول لكم انا بقالي 3 ايام مش ملحقه، انا مش كنت من كام يوم كنت بقول لكم انا وقفت الشغل لحد ما في خطوه هاخدها. انا رجعت اشتغل تاني عشان الضغط وكميه الشغل المطلوبه. يعني اللهم صل وسلم وزد وبارك. ابو عمار انت نايم امبارح امتى؟ والله انا نايم الساعه 4. انا تعبت وسبت ونزلت. انا حتى منزل الفيديو الساعه 2. انا منزل الفيديو بتاع الساعه 2 بالليل. فكنتوا انتوا متخيلين ان انتوا بتحاربوا رزقي، فان رزقي في حفظ الرحمن يا متخلفين. انتوا سارقين اسم وسمعه بنيتها واشتغلت عليها بصحتي وعافيتي، فدي برضو عند ربنا مش هينه. بص يا حنين، انا اقول لك عند ربنا مش هينه. بص حاجه بسيطه بس كده، انا يعني ايه شفتها ولاحظتها، ان اللي شغال باسمنا ده انسان كان شغال باسمه واسمه انضرب عشان هو اصلا شغله كله كده، فقال لك لا انا اشتغل تحت اسم براند. انا عايزه مثلا اطلب كميه والمندوب يجيبها لي وامسك المندوب، تقول انتم مالي ذنبه ايه؟ ما هو المندوب هو اللي هيدلنا على صاحب المكان والموقع، لان ما فيش شركه شحن بتاخد زبده او لبن، ما فيش شركات شحن. المندوب اللي بيطلع بيكون تبع الشغل نفسه. خلي بالكم من دي. يجي وهتحصل، بس انا سايبه الموضوع للقضاء. هو خلاص هانت اهي. هي مش سهله بالنسبه لي، مش عشان رزقي، خلي بالكم انا شغلي ماشي الحمد لله تمام التمام، شغلي ماشي، خلي بالكم من دي. مش خوفا على رزقي، انا على اسمي وسمعتي اللي بتنضرب والزباين اللي بنضحك عليها. ايوه انت مدام موحه، انا مدام موحه يا شيخه، يا بيجحه انت ابو عمار، انا ابو عمار، ونقفل صفحه تتفتح الثانيه ونقفل الثالثه تتفتح الثالثه. ده ما شاء الله عليكم، ده انتوا فاضيين لا يا بني، وداخلين في وقت احنا داخلين اصلا الموسم دي بتوجي. يعني انا عايزه اقول لكم شغل اللبن بتاعنا غير المعدات خشنا في 250 مليون جنيه حرفيا. شغل اللبن بس، غير الفريزرات، فانتوا وغير التوسعات اللي احنا كنا بنعملها، وقد دي كانت هتبقى المفاجآت اللي جايه. فانتوا متخيلين انتوا داخلين في وقت، يعني الله يسامحكم. انا عايزه اقول لكم احنا خدنا كميه حجوزات. ده شوفوا بقى عشان اقول لكم ان ربنا ما بيتعاندش يا ناس يا متخلفه. ان احنا كان زبايننا حاجزه معانا لطوبه والشتاء والكلام ده كله. احنا خدنا كميه حجوزات من ناس بتتصل تتاكد ان احنا ولا لا، نص الاجنده، يعتبر نص الاجنده حاجزين دافعين عربون. ما صدقوا ان هم مش كانوا اصلا مش كانوا عارفين يوصلوا لنا. وصلوا لنا عن طريقكم انتوا، ان انتوا عملتوا فيديوهات وبعتوا باسعار. ولما انا طلعت قلت في لايف ده مش احنا ومش ارقامنا، دخلوا وتواصلوا معانا من خلال ارقامنا. فشفتوا الرزق اللي انتوا بتحاربوه اتفتح لنا احنا باب الرزق اضعاف، والله العظيم اضعاف. وسبحان الله دي ثالث مره اتحط في نفس الموقف ده، وربنا يطلعني منها كده بخير كتير قوي. السنه اللي قبل اللي فاتت برضو قالوا تشتغل بزيت تومين، السنه دي برضو اتعمل فيا ابلاغ في حاجه معينه وطلعت منها بحاجه اكبر، والمره دي بنضرب في اسمي وسمعه وشغلتي ورزقي وطلعت منها بحاجه اكبر. فانتوا عارفين اصلا انتوا تلعبوا على ايه؟ انتوا عايزين تبيعوا بس.
انتوا عايزين تبيعوا. بصوا حبايبي، لان كان في كام تعليق كده اللي يقول لي ما تشتغلي على قناتك وتسيبيكي من شغلك. قناتي مش دايمه يا حبايبي، ودي نصيحتي بقى لاصحاب القنوات. انا قناتي اي قناه على اي منصه على كف عفريت في ثانيه ممكن ما تلاقيهاش، ويبقى تعبك من 10 سنين راح. الشغل ده هو الاساس، ان انا في عز ما يكون ليا اسم محترم اسس مشروع محترم يكون ليا ولعيالي ولحياتي ولمستقبلي، وتبقى سمعتي دايما. مش حنان صاحبه قناه اليوتيوب، لا ده حنان بتاعت الزبده. هو ده اللي دايم. قنوات اليوتيوب مش دايما، يوم طالع ويوم نازل، وفي لحظه ممكن تتحذف. اقل حاجه ممكن هاكر يدخل يبوظ الدنيا، ده لو انت مش مصحصحه لنفسك. هو ده المشروع اللي باسسه ليا ولعيالي من بعد. هو ده شغلي واكل عيشي، هو ده بعربي وعرب جوزي اللي اتهلكت صحتنا حرفيا فيه، من جري على السكك لسهر ليالي لا. والحمد لله بفضل الله اللي بيمشي متعشم في وجه الله خير بيوقف لاولاد الحلال في طريقه. اسست اسم وسمعه، ما جاش ليا شكوى من 10%، 1% مفيش. عشان صاحب المشروع طبعا اي مشروع في الدنيا ببالة مثلا 1% حتى هيجي شكوى، انا مفيش شكاوى بفضل الله عليا. احنا مش مصنع، احنا قلتوا لي ده في زبده مصنعه، انا ما اعرفش الزبده مصنعه الا منكم في التعليقات لما قلت انا ما اعرفهاش هي ايه. اللي انا اعرفها ان لبن حليب تاخد منه قشطه، القشطه تتحول لزبده، دي اللي انا اعرفها. اي حاجه ثانيه كده، اي حاجه ثانيه كده انا ما اعرفهاش، ما تخصنيش، ما اعرفهاش، ما اشتغلش فيها، ما اشتغلش فيها. انا اسمي وسمعتي يا جماعه بنيتها بعرق وتعب وكسر ظهر ومجهود. فاوعوا تفكروا ان انا هسمح لاي مخلوق يضيع بكم اللي هيته. اوعوا تفكروا ان انا هسمح لاي مخلوق خلق ربنا على وجه الارض الا لو ربنا رايد ان انا اهبط وكني بقى وخلاص عليه العوض ومنا العوض. خلي بالكم من دي، ان انا لا هسمح ليك ولا ليه ولا اللي يتشدد ليكم ان انا اضيع اسم وسمعه اتمرمطنا فيها مرمطه انا والراجل ده. انا بقول لكم الاجهزه والفريزرات ما يجلوش عن 400 عن ربع مليون. جماعه الخير، انا عملت اللايف وقت طويل وشرحت فيه كل حاجه بالتفصيل، بس حبيت اعمل فيديو عشان هيطلع على صفحه الفيسبوك وهيفضل موجود هنا، لان مش هيبقى وقت طويل زي وقت اللايف. تمام؟ اي حد يتعامل مع اي صفحه مش تخصنا انا خاليه مسؤوليتي تماما. ارقامنا هتنزل لكم على الفيديو ده، واحنا مش معانا رقم 011. اي ارقام تانية غير الارقام اللي هتلاقوها على الفيديو ما تخصناش. ابو عمار اللي بيسلم الاوردر بنفسه، يا هو يا ابن اخته، وهو بيكون مع ابن اخته. تمام؟ اي حد طلب شغل من الناس التانية ودفع فلوس ودفع عربون انا ماليش ذنب، وانا بقول اهو. تمام؟ خلي المندوب يجي يجيب لك الحاجه وامسكيه، قولي لي انا عايزه اوصل للناس دي، خديه وديه المركز، هتبقى عملت فيا انا خدمه مش هنساها لك. خديه وديه المركز او اقرب جسم ليكي وقولي الناس دي منتحله شخصيه ناس ومش هم اللي بيبيعوا، وخد الحاجه معاهم وخليهم يحللوها يشوفوها ايه. تمام؟ عشان الناس اللي خدت وسيحت رمتها في الزباله في ساعتها، انا ما اعرفش هي ايه، ان كانت هي دهن، ان كانت هي الله يتعب قلوبكم يا بعض. روح والله ما عاد قادره اتكلم. هات لي كوبايه ميه يا بنتي روح. ودي حاجه بسيطه يا عيني، حاجه بسيطه، نبذه كانت حاجه بسيطه من اللي كانت المفاجآت اللي كانت جايه. اعدلي بس كده. جماعه انا ماشيه قانوني، انا شغلي الفتره اللي فاتت دي انا كنت بسعى وماشيه عليه عشان يتوثق قانوني. خلي بالكم
عشان يبقى في شهاده ضريبيه وشهاده صحيه وكل الحاجات اللي تخص التامين من ناحيه حكومتي انا ماشيه فيها. خلي بالكم من دي. بس الحمد لله خير وبفضل الله، وبفضل الله كمان مره هتعدي، وهتعدي احلى واحلى واحلى، وربنا يجعل كتفكم في الحر يكسبوا لكم كام جيش. هو دي الاصل، هو دي الاصل يا علامات الاصل يا حراميه يا نور يا نور، هو دي الاصل. الاصل عندنا وبس. هتجلدوا الاسم، هتاخدوا الاسم، هتاخدوا الفيديوهات، هتعملوا كل الحيل اللي ما تخطر على عقل بني ادم، بس لا ربنا بيتعاند ولا بيضحك عليه. خلي بالك. انا عايزه اقول لكم انتوا بتضربوا اسمي وسمعتي ومنتجي في نفس التوقيت. يا شيء السميع العليم، كميه مبيعاتي في خلال يومين بنسبه 85% زايده. ما تخلي يا روح الناس ترزق حواليك، ارزقي وبيعي واشتغلي، مش تحت اسمي بمنتج مضروب، بمنتج من تحت بير السلم، بمنتج ما احناش عارفين اصله وفصله ايه. انا شغلي اصله وفصله معروف. تمام؟ ما تبيعيش حاجه مضروبه تحت اسم معروف واسم نظيف. عشان كده انتوا اللي ناس مش نظيفه، انتوا بتبيعوا حاجات مش نظيفه تحت اسم نظيف. معنى كده ايه؟ مش بتظهروا باسمائكم ليه وبصوركم ليه وببطايقكم ليه؟ عشان انتوا مش نضاف، انتوا مش نضاف، انتوا ناس ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انتوا حرين، بس اوعى عقلكم يوزوكوا ان انا ممكن هسمح بالمهزله دي بدون كتير. يعني بصوا، حاجتين اتنين ما اسمحش لمخلوق خلق ربنا لو على حياتي وروحي يجي يمتها بيتي وعيالي وشغلي وسمعتي ورزقي. تمام؟ وانتوا بتضربوا في سمعتي ورزقي، مش هسمح لكم. خلي بالكم، ومش هعديها بالسهل خالص. الموضوع مش موضوع ان هما بيقطعوا في رزقي، انا رزقي شغال وزبايني تمام التمام. ما بعملش دعايه في قنوات، ومش بعمل اللي هو الاعلانات المموله والاعلانات المروجه والحاجات دي. انا زبايني اللي بتعمل لي دعايه، واخدين بالكم؟ زبايني اللي بتعمل لي دعايه. لو عماره فيها 25 دور فيهم شقه خدت من حاجتي بتبلغ ال 25 دور. هي دي الدعايه بتاعتي، هي دي الدعايه بتاعتي، هي دي السمعه الصح، هو دي الاسم المظبوط والشغل اللي على ميه بيضه. لا بعمل اعلانات مروجه، ولا بعمل اعلانات مدفوعه الاجر، ولا ببعت لقنوات ريفيوهات يعملوا لي ريفيوهات، ولا الكلام ده خالص. انا شغلي اللي دايره صحتي وعافيتي وعافيه جوزي، واللي دايره اداره كامله وعامه هو رب العالمين. فانت هتحاربي حنان وياسر، طب هتحاربي رب العالمين ازاي؟ ازاي؟ صدقيني مش هسمح بدي كتير. بس لما تقعوا وبتدوا، وياما دقت على الراس طبول. انا اتحطيت في مواقف اصعب من دي بمراحل بمراحل بمراحل، وبفضل الله وبطولي عديت منها. انتوا مضحوك عليكم. انتوا داخلين مع حنان يعتبر بالنسبه لكم حيطه سد، دوروا على حد تاني، بس مفيش حد تاني. ده مشروعي اللي شفت المرار الطافح
عشان يكبر ويتأسس صح، عشان يكبر ويتأسس صح. مش هيجي دور يتحط على أساس صح، دور المفروض إن هو يتزال. الله 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 على الروايح. ممنوع مقارنة أبدا في قرن. صل على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. أتحدى العالم كله وأنا وياك. أتحدى العالم كله بالشغل ده. أتحدى أي حد بالشغل ده. هنا الأصل يا علماء، الأصل. هنا الأصل وبس. وهياسر مش شوية، مش شوية بفضل الله علينا، مش شوية بفضل الله علينا. تعالوا شوفوا الأصل، هو ده الأصل. جرب يا عم، جرب يا عم. هي بدأت تتخرز اهي عشان خاطر الخط بتاعها يطلع. الله أكبر علينا، الله أكبر علينا، الله أكبر علينا، الله أكبر على السمنة البلد وهي داخلة تقول إيه وإيه. بسم الله. اللهم صل على سيدنا النبي. والله لو عشتوا حياتكم كلها عشان تشتغلوا ربع الشغل ده، ربعه ما هتعرفوا توصلوا لربعه. يا عالم يا رمايم، يا رمايم يلي ما تعرفوش ربنا، يلي ما انتوش حداكوا ريحه الضمير والذوق والتربيه. اخص عليكم اخص. موحة ماركه دوليه عالميه. موحة ياسر يعني الزبده الاصليه، يعني زبده الشرقاويه، يعني زبده الشرقاويه، زبده الايه؟ الشرقاويه البنت العسوله اللي قاعده بالطواجن دي. انا بفضل الله واعوذ بالله من كلمه انا. موحة ياسر عارفين يعني ايه؟ ولا اقول لكم تاني؟ بسم الله. صلاة النبي احسن. دي لسه قشطه اهي عشان لسه على حروف اللي بتاعي. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي على اصلي، الصلاة على النبي على اصلي، الصلاة على النبي على اصلي. ما شاء الله. ميزاننا حلال وشغلنا حلال ورزقنا حلال، ورب الحلال بيحفظ الحلال.